أعزائي المشاهدين، التغيير حاجة إنسانية، فهي سنة الحياة تتجلى في حياتنا ومن حولنا، وتعد ظاهرة التغيير حاجة العالم اليوم في خضم المتغيرات السريعة في عالم لا يستكين. سنلتقي بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية في برنامج رؤى لمناقشة الموضوع. معنا الضيوف الكرام، الأساتذة الكرام، وهم الأستاذ شريف رضا وهو من جامعة الجزائر 2. أهلا وسهلا بك أستاذ وباحث. ومعنا الأستاذ بشير ربوح وهو من جامعة باتنا 1 وهو باتنا 2 وهو أستاذ جامعي وباحث. ومعنا الأستاذ بنيامين تومي، عفوا اليمين بن تومي، وهو أستاذ في جامعة السطيف. أهلا وسهلا بك وأهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. سنبدأ في مناقشة المحور الأول وهو مفهوم فلسفة التغيير. نعرف بأن ظاهرة التغيير أثارت جدلا فلسفيا عبر العصور، فمنذ كانت الفلسفة فلسفة وكان السؤال: هل الوجود متغير أو ثابت؟ الآن ونحن في هذا القرن، هل ممكن أن نمسك بمفهوم لفلسفة التغيير؟ أستاذ ربوح، إذا كان ممكن تبدأ مع ولا السلام دائما عليكم. أبدأ بك الأول. معلش. مرحبا بك أستاذة. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر المؤسسة الوطنية العمومية للتلفزيون الجزائري على هذه الحصص الثقافية التي دوما نحرص على أن تستمر وتتواصل بشكل تصاعدي لكي نخلق أو نصنع فضاء ثقافي تلتقي فيه النفوس النبيلة التي تريد أن تؤسس لفعل ثقافي حقيقي. نتناقش، نتحاور، ننقد بعضنا البعض، نستمر في الحوار، لأن الحوار كما يقول هانز جيورغ غادامير هو الأفق الوحيد المتبقي للإنسان الأخير. أولا هذا الموضوع فيما يتعلق مثلا بفلسفة التغيير هو موضوع فلسفي راهني بامتياز. يعني يحمل مواصفات الراهن الحالي بكل المواصفات، يعني بكل السمات الخاصة بالمواضيع الحداثية أو المواضيع التي لها علاقة مباشرة أو وطيدة بهواجس الإنسان المعاصر. عندما نتحدث قبل أن نتحدث عن فلسفة التغيير نتحدث عن مفهوم التغيير. أولا التغيير كمفهوم ربما بقراءة متواضعة لم ينتشر في النصوص الفلسفية اليونانية، يعني النصوص الفلسفية المؤسسة للفكر الإنساني، الفكر البشري. يعني مثلا أرسطو، صحيح أن أرسطو يعني في سلوكاته، عفوا سقراط في سلوكاته المتعددة كان ينشد التغيير على المستوى الواقعي، يعني على المستوى العملي، يعني تغيير العادات، تغيير التقاليد، تغيير الرؤية، ولذلك اتهم بأنه يفسد شباب أثينا وحكم على هذا المنطلق. عندما نتحدث عن فلسفة أفلاطون، يعني باعتباره النص تأسيسي للفلسفة الغربية، نجد أن أفلاطون كان يريد تغيير الدولة، يعني البحث عن دولة مثالية، دولة فاضلة في مقابل دولة فاسدة موجودة على أرض الواقع. كذلك عند سقراط أراد أن يحدث تغييرا على مستوى الرؤية، على مستوى الذهنية، أراد أن يحدث تغييرا في الشعرية، في الأدب، في السياسة، في المنطق. أراد أن يؤسس لرؤية جديدة. يعني السلوك التغييري كان موجودا لكن المفهوم لم يكن موجودا، يعني لم يكن موجود مفهوم هذا، يعني هذا المفهوم لم يشتغل عليه في الفلسفة اليونانية المؤسسة. ذات شيء نجده عند الفلاسفة العرب، يعني عند المفكر العرب في المرحلة الوسطية، خاصة عندما اتصل العرب بالفلسفة عن طريق الترجمة. يعني كانت سلوكاتهم تتميز بالذهاب نحو التغيير عند الفارابي، عند الكندي، عند ابن سينا، عند ابن رشد. خاصة المنجز الكبير، المنجز العقلاني هو المنجز الرشدي في الثقافة العربية. ولكن المفهوم لم يكن موجودا. يعني هذا المفهوم نستطيع أن نقول أنه مفهوم ينتمي إلى الحقبة الحداثية، يعني إلى الحقبة الراهنة.
يعني أن المفهوم مثلا نستطيع أن نقول أن المنعطف الأكبر الذي حدث على مستوى المفهوم، لا نتحدث عن المستوى العمليا، على مستوى المفهوم ظهر ربما نحقب لهذا المفهوم انطلاقا مثلا من الفلسفة الماركسية. لأن الفلسفة الماركسية، لأن الرؤية الماركسية كانت تجتهد في أن تغير منعطف التفكير البشري. يقول ماركس في معنى عبارة محددة أو في قولة محددة أن الفلاسفة كانوا يجتهدون، كانوا يعملون كثيرا على تفسير العالم، والآن نحن مطالبون بتغيير العالم، يعني بنقل الإنسان إلى أو إحداث وثبة في الواقع الإنساني نحو الأفضل. طبيعة الحال وفق رؤية ماركسية مادية، يعني وفق رؤية الانتقال من المجتمع الرأسمالي الذي يقوم على الطبقية والذي يقوم على الاستغلال والبؤس إلى غير ذلك إلى مجتمع اشتراكي تنعدم فيه هذه كذلك يمكن أن نرصد هذا المفهوم في الفلسفة الوجودية، عندما ركز الفيلسوف الفرنسي الكبير جون بول سارتر، والذي كان مثقفا تغييريا بامتياز على كل الأصعدة، سواء على صعيد نصوصه التي كتبها في الأدب وفي الفلسفة وفي المسرح، وكذلك على صعيد ممارساته اليومية. يعني كان مثقفا، يكتب في المقهى، يعيش مع العمال، ينتقل شارك في ثورة 1968 ثورة الطلاب التي غيرت رؤية المجتمع الفرنسي ونقلته إلى مرحلة أخرى جديدة من التاريخ. سارتر شارك في هذه المظاهرات، أيد الثورة الجزائرية ولا يجب أن ننسى ذلك. وكان من الأشخاص الذين نددوا يعني في بالممارسات الاستعمارية، وكان يشارك بالبيانات، وكان يشارك بالمظاهرات وإلى غير ذلك من التصرفات التي توحي بأنه مثقف تغييري. يمكن كذلك أن نرصد هذا المصطلح في الفلسفة العربية مثلا عند محمد أركون، الذي أراد أن يغير من الذهنية التي هي التبست بالمخيال الديني. نجد مفهوم التغيير كذلك في نصوص محمد عبد الجابري في المغرب، الذي أراد أن يغير الرؤية التراثية ويجعلها رؤية مرتبطة حداثية عن طريق توظيف مفهوم القطيعة الإبستمولوجية وفق التصور البشري ومفهوم الإيديولوجيا. يعني مفهوم عندما نتحدث عن التغيير كممارسة نجده يعني تليد أو يعني تليد في التاريخ، يعني له جذور في التاريخ على مستوى الممارسة، لكن على مستوى المفهوم هو على مستوى المفهوم أتحدث وليس على مستوى المصطلح. مستوى الرؤية هو مفهوم حداثي وراهني. وبدأت الفلسفة المعاصرة وخاصة الفلسفة المعاصرة أو ما بعد حداثية تشتغل على هذا المفهوم عند عند نيتشه أولا، عند هايدغر، عند الفلسفة البولونية التي حاولت أن تخرج عن الأفق الهيجلي. نجد كذلك مفهوم التغيير عند الفلاسفة، عن كاستورياديس مثلا، عند كثير من الفلاسفة، عند بول ريكور عندما أراد أن ينتقل بالإنسان من النص إلى الفعل، عند بن فيست عندما قال أننا نستطيع أن نمسك الزمن عن طريق الفعل، لأن الفعل هو الذي يجعلك تنخرط في الزمن أو تنخرط في التاريخ. يعني المفهوم متواجد في الفلسفة، لذا هذه ربما عرض بانورامي لهذا المفهوم من أجل أن نشتغل عليه تأسيسيا وأن نقارب هذا المفهوم ونعتبر أنه مفهوم قلق وحرج ومتدحرج في مسارات التاريخ لكي نمسك به. ربما أستاذ بنيامين الواقع الذي يعيشه العالم الآن هو ما جعل هذا المفهوم يظهر بقوة، وهذا المفهوم يشتغل عليه من طرف الفلاسفة ومن طرف الدارسين. صحيح. أنا بداية أشكركم على هذه الحصة التي تناقش موضوعا راهنيا وموضوعا واقعيا بامتياز، وموضوع ينخرط حقيقة في طرح الأسئلة الجذرية الحقيقية عما ينبغي أن يكونه الإنسان إن لم يغير من وضعه، لأن الإنسان ينطلق دائما من وظيفتين أساسيتين. أولا الوظيفة الوصفية، يعني وصف العالم. هذه الوظيفة الوصفية التي تقوده في تحسين أداءات العالم الذي يعيش فيه.
وبالتالي صحيح قد يكون المفهوم غير واضح في المدونة الفلسفية، لكن إذا قرأنا المجال التداولي لكلمة التغيير أو لكلمة غير، التغيير وهو غير التحويل، لأن التحويل يكون على مستوى الفكر أو يكون على مستوى النظر، بينما التغيير يكون خارجيا، يكون على مستوى الواقع، يكون على المستوى الخارجي. إذا أردنا أن نبحث في الشبكة المفاهيمية أو في الشبكة اللغوية لمصطلح غير، سنجد هناك العديد من المصطلحات التي تنبت داخل هذا المعجم أو تنبت داخل هذه اللفظة، من بينها الرفض، رفض ما أنا عليه أو أرفض ما أنا عليه، لأن رفضك لما أنت عليه قد يقودك إلى تحريك الأمر. مثلا الإرادة مع الفعل أو مع القصد أو مع العزم، لأنك حينما تريد فأنت تغير. هناك الكثير من الاصطلاحيات داخل هذه الشبكة التي ممكن أن تحيل على جذر التغيير، لكن في معاني لغوية مختلفة. لذلك أوافق الأستاذ البشير ربوح حينما قال أن التغيير كحالة مرتبطة بالإنسان وجدت منذ القديم، منذ آدم عليه السلام، على الأقل فيما أخبرتنا به النصوص الدينية أو النصوص الأسطورية. فأول لحظة تغيير حينما قرر الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذا الإنسان، أو أول لحظة التغيير حينما أراد الإنسان حينما أراد آدم أن يكون هناك من يشاركه في هذه الحياة. ثم كذلك التغيير مرتبط بسنة التفرقة بين العناصر الطبيعية المختلفة. لذلك إبليس عرف أنه مارد من نار أو أنه من نار، وآدم عرف أنه من طين، فبدأت الممايزة والمفارقة. الممايزة والمفارقة هي التي تصنع التغيير بين الأجناس، وتصنع التغيير في الأدوار، وتصنع التغيير في الوظائف. ثم بدأت حركة الأنبياء، ونحن نعرف أن أكبر المغيرين في حركة البشرية هم الأنبياء، وهم الفلاسفة، وهم المفكرون، وهم رجال الدين، وهم هؤلاء الذين وقعت على عاتقهم الرسالات، أو وقعت على عاتقهم النبوءات كما يقال. لكنه تغيير دائما تغيير خارجي، وتغيير يريد أن يغير من حياة الإنسان. لذلك الإنسان حينما كان جزء من الطبيعة يشعر بمشاعرها ويحس بأنه جزء من هذه الطبيعة، فما الذي حرك فيه حركة أن يفترق على هذه الطبيعة أو أن يحاول أن يتحول عن هذه الطبيعة؟ حينما اكتشف أنه بإمكانه أن يفكر بأنه مختلف عن الطبيعة، سواء كانت حيوانية أو نباتية. لذلك اضطهد هذه الطبيعة عن طريق الثقافة، أو استطاع أن يثقف الطبيعة، كما يقول هيرسكوفيتز الألماني: الإنسان في النهاية حيوان مثقف. لذلك أو كما يقول ابن طفيل: إن الإنسان تمرد على طبيعته الحيوانية، وهو أول فعل تغيير حينما أدرك أنه متفوق. هذه ما يسمى بالوظيفة العلوية، لأن الإنسان لديه وظيفتين: وظيفة علوية متفوقة، ووظيفة سفلية ترابية تجعله يشعر بطبيعته الحيوانية. إذن سمة التفرقة الكامنة في الإنسان هي التي دائما تحركه ليغير من وضعه. أما التغيير الذي نتحدث عنه الآن هو التغيير في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلا داخل محيط، ويغير كما يقول الفارابي من أداءات ووظائف السعادة في المجتمع. إذا كانت السعادة تصنعها في وقت من الأوقات الخيمة، فالآن تصنعها العمارة أو تصنعها المدينة، وربما في مرحلة من المراحل ستصنع النجوم والمآلات. وإن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يعني هي دعوة للتغيير ودعوة للتحريك ودعوة للخروج.
ومسألة الخروج مرتبطة بالمسائل الفلسفية، بالنصوص الفلسفية الكبرى، ومرتبطة كذلك بالنصوص الدينية الكبرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نجده حينما لم يستقر وضع الدين في مكة أمره الله أن يخرج إلى مكة، ونوع من أنواع التغيير، نوع من أنواع التغيير لحصول النصرة ولحصول الاستقرار والطمأنينة. لأن لماذا نغير؟ السؤال: ما الهدف من طرح هذا السؤال؟ لنحقق السعادة التي نريدها. لنحقق اليوتوبيات التي نطمح إليها، كما تقول ماريا كاريرا في كتابها اليوتوبيات الفاضلة. نعم. إذن أستاذ، عندما نتحدث عن التغيير، فنحن نتحدث عن الإنسان، فهو مادة التغيير، وكذلك هم يعني الإنسان هو صانع لهذا التغيير، والمجتمع لابد أن يكون يعني التغيير نابع من ذاته. كيف يمكن أن يكون هذا التغيير نابع من الذات؟ أولا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على هذه الحصة التي تفتح لنا آفاق القراءة وآفاق النقد المتعدد الجوانب والاتجاهات. الحقيقة أن الحديث عن فلسفة التغيير هو حديث عن موضوع يهم أطياف كثيرة من المجتمع. وقبل أن أجيبك عن هذا السؤال بودي أن أشير فقط إلى ملاحظة أو تعقيب. في الحقيقة أن مصطلح التغيير، إذا تحدثنا عن التغيير ما دمنا نتحدث عن فلسفة التغيير، المصطلح فلسفيا هو حاضر منذ القدم. فلسفة التغيير باعتبار أننا قلت حاضر فلسفيا، أما من الناحية الاصطلاحية فهو يمتد إلى جذور السوسيولوجيا، باعتبار أن هذا المصطلح ترسخ بقوة في المعاجم السوسيولوجية. وسوف أعود إلى هذه النقطة. بالنسبة للحضور الفلسفي، ما أقصد به هو أننا لو نتتبع كرونولوجيا التاريخ الفلسفي منذ القديم إلى يومنا هذا، فإننا لا نجد فكرة الثبات بقدر ما نجد فكرة التغيير. بمعنى أننا لو نتحدث عن الأطروحات الفلسفية الكبرى، سواء في إطار العقلانية أو في إطار المثالية أو في إطار المادية أو غيرها من الأطروحات، فإننا نجدها تجمع مجموعة من المواقف المتباينة فيما بينها. فقد يتتلمذ أرسطو على يد أفلاطون وأفلاطون على يد سقراط، ولكن لا تكون نفس طريقة القراءة للمسائل المطروحة. بمعنى أنه داخل الأطروحة الواحدة يوجد تغيير وتوجد قراءات متعددة، وهذا ما يشكل لنا من الناحية الفلسفية بأن الفلسفة مبنية على هذا الاختلاف. باعتبار أن الكائن الإنساني أو الإنسان كائن تاريخي، فإن الزمن يتحرك وعقل الإنسان يتحرك مع هذا الزمن، ولو أن الزمن سابق للإنسان في الحركة. باعتبار هذا، فمن الناحية الفلسفية مسألة التغيير هو كما أشار الأستاذ ربوح، فعلا التغيير كمصطلح لم يظهر في المعاجم الفلسفية أو في القراءات الفلسفية بهذا الشكل، ولكن فلسفيا هو حاضر بقوة. بالنسبة للتغيير كمصطلح، قلنا حضور، نعود لك للنقطة هذه بالذات، أن الذين يتحدثون عن التغيير بشكل كثير أو مكثف هم السوسيولوجيون، باعتبار أن السوسيولوجيا تتحدث عن طبيعة التغيير في المجتمع بوجهتين، الوجهة الكمية والوجهة الكيفية، باعتبار أنهم يتحدثون عن ما يسمى بالتغيير الاجتماعي كميا من حيث المؤسسة، عدد السكان وغيرها من المسائل، وكيفيا طبيعة التفكير، طبيعة العلاقات، طبيعة القيم إلى غير ذلك. ولذلك يركز السوسيولوجيون بقوة على هذا المصطلح، مصطلح التغيير. وهذا المصطلح في حد ذاته يتقاطع مع مصطلحات مختلفة كثيرا: النمو، التحول، التجديد، الثورة، إلى هذا المصطلحات كلها لو نفككها نجد أن مصطلح التغيير حاضر فيها. فالثورة فيها تغيير، التجديد فيه تغيير، النمو فيه تغيير، التحول فيه تغيير. وبالتالي فإن هذه المصطلحات، مصطلح التغيير وإن كان غائبا كمصطلح، هذا الذي أقصده، وإن كان غائبا كمصطلح تغيير هذا الصوتية هذه، فإنه كفعل، كفلسفة، كفكر، فهو حاضر في الوجود الإنساني منذ القدم وإلى يومنا هذا. ربما الحاجة الحاضرة والراهنة هي التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح بقوة. أعود إلى سؤالك حول مسألة التغيير. بطبيعة الحال أن الإنسان هو المحور الأساسي في عملية التغيير، باعتبار أن الإنسان هو الذي ينظر لهذا التغيير،
وهذا التنظير بطبيعة الحال يكون على أسس معينة، قد ينجح هذا التغيير أو قد يخفق هذا التغيير. المهم أن الإنسان يبقى هو الفاعلية، باعتبار أن حقيقة التغيير هي حقيقة في الأصل مبنية على أننا عندما نتحدث عن التغيير فإننا نعود إلى التغيير إما إلى مصلحين، إما إلى أنبياء، إما إلى فئة معينة، إما إلى مؤسسات، إما إلى اتجاه استراتيجي معين إلى غير ذلك. لكن يبقى في النهاية الإنسان هو الذي يبحث عن هذا التغيير لمعطيات إما داخلية إبداع، وإما خارجية أن الوضع العام الخارجي أو المحيط الخارجي يستدعي أو يؤثر أو يكون حافزا لهذا الإنسان حتى يبدع وحتى يغير في مناحي مختلفة. باعتبار أننا لو نتأمل خارطة الإنسان عبر التاريخ نجد بأن هذا الإنسان في كل مرة يبدع على مستوى الثقافة، على مستوى الفن، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة إلى غير ذلك. وإن اختلفت طبيعة التغيير باعتبار أن المجتمعات ليست على مستوى واحد من التغيير، فإن الذي هو القاسم المشترك بينها هو الإنسان كعقل، الإنسان كفكر، الإنسان الذي يبحث بطموحاته وآماله باعتباره كائن متميز يبحث دائما عن الأفضل، فإن هذا الإنسان هو الذي يدفع بعملية التغيير إلى الأمام أو يبحث عن الأفضل. نعم. هذا يخلينا نذهب إلى المحور الثاني وهو التغيير والذات. نعود بعد الفاصل. نعود أعزائي المشاهدين إلى بلاتو رؤى والحديث ومناقشة موضوع فلسفة التغيير، وفي المحور الثاني هو التغيير والذات. إذا قلنا بأن الإنسان هو مادة التغيير، هو من يصنع التغيير، فهذا يعني بأن التغيير ينطلق من الذات الإنسان أولا، ثم بعد ذلك ثم يتلقف المجتمع، ثم بعد ذلك قد يصبح يعني تداعياته وتأثيرها على في الكون بصفة عامة. أستاذ أكيد. أولا أنا مع الأساتذة الكرام يعني الذين تفضلوا بما قدموه يعني من أطروحات حول مفهوم التغيير، مصطلح التغيير، تواجد التغيير عبر في النصوص، في التاريخ، حتى في المسار الديني يعني عند الأنبياء، في المسار الفلسفي عند الفلاسفة، في المسار التاريخي، في المسار السياسي عند السياسيين. يعني لا يمكن أن نستبعد هذا المفهوم أو هذا المصطلح بأي عبارة تصلح له عن تفكرنا البشري عموما. يعني هو موجود سواء كان ممارسة أو مفهوما أو رؤية أو إلى ذلك، ولكن الإمساك به على مستوى المفهمة عملية حداثية، يعني عملية راهنة. يعني كيف نفكر أو كيف نؤشكل هذا المفهوم، هذا هم يعني حداثي، يعني راهني. ربما كلمة حداثة تثير بعض الإشكاليات في التعريف أو بعض الانزعاجات من هذا المصطلح، ولكن الكلمة التي أود أن يعني أقدمها دوما هي كلمة الراهن، وبالتالي هو مفهوم راهني يعني على مستوى الإمساك به. صحيح أن التغيير هو أولا يجب أن نميز، قبل الحديث في التغيير يجب أن نميز بين مصطلح الزمن ومصطلح التاريخ. الزمن لا يتغير، الزمن يبقى هو إلى أبد الآبدين. ربما يعني برؤيتنا مثلا رؤية نيوتن للزمن ليست هي رؤية أينشتاين للزمن، ولكن هذه رؤى علمية تبقى يعني مجرد مناظير علمية، ولكن في المنظور الفلسفي الزمن هو الزمن، لكن الذي يتغير هو التاريخ. يعني عندما نحن بالفعل أو بالممارسة نخرج من الزمن إلى التاريخ، يعني نخرج من رتابة الزمن اليومي، ليل نهار كذا إلى غير ذلك، هذه الوحدات الوقتية لقياس الزمن إلى حركية التاريخ. يعني عندما ننجز شيئا ما في الزمن كفعل حقيقي وكفعل صادق وصدوق، نستطيع أن ننتقل إلى مستوى التاريخ. وبالتالي نحن في هذا الراهن لا يجب أن نتحدث كما تحدث هايدغر ذات يوم في 1927 عن الكينونة والزمان. نحن يجب أن نكتب كتاب جديد أو مدونة فلسفية جديدة تتحدث عن كينونتنا والتاريخ، يعني كيف نصنع ذاتنا داخل التاريخ، أو كيف نقوم بنسج خيوط التاريخ وفق يعني منظورنا المخصوص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن
الغالب على الأمر أن المؤسسات المختلفة عبر التاريخ لا تحب مفهوم التغيير. المؤسسات والإيديولوجيات، مثلا المؤسسات تحب الثبات، تحب السكون. الإيديولوجيات الشمولية أو كما سمتها حنا أرونت الفيلسوفة الألمانية اليهودية، الفلسفة هي أمريكية بطبيعة الحال ولكن الألمانية، حنا أرونت تتحدث عن ما يسمى بالتوتاليتارية أو الأنظمة الكليانية أو النظام الشمولية، لا تبحث عن التغيير، يعني تبحث عن الثبات، تبحث عن السكون، تبحث عن أن تضع الإنسان أو المجتمع أو حتى التاريخ داخل الثلاجة. ولكن من الذي يحب التغيير؟ الذي يحب التغيير هو الذات الفاعلة أو الذات المنتجة للقيم، للمعنى، للأفق. وبالتالي من هي الذات هنا نعود إلى مثلا إلى المدونة النيتشوية. نيتشه كان يكتب في أحد كتبه، يعني عندما يكتب كتاب يقدم إهداء بهذه العبارة الواخزة كما تسمى لغة نيتشه. يقول إلى كل من آنس في نفسه فردية وأراد الخروج عن القطيع. وكان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول: يعجبني الرجل الذي يتميز عن ركام العوام. يعني هذه الذات الفاعلة أو الذات المبدعة، أو كما يقول جيل دولوز هنا: كري ريزيستي سي كري، يعني عندما نقاوم يجب أن نبدع. وبالتالي نتحدث عن الذات الفاعلة. الذات الفاعلة قد تكون هذه الذات نبي، قد تكون الذات الفاعلة سياسي، قد تكون الذات الفاعلة اقتصادي، قد يكون الذات الفاعلة مواطن عادي. الذات الفاعلة هي ذات متعددة. هذه الذات لا تفكر في الحاضر، في المستقبل. لا تتعمل، ليس هاجسها الحاضر باعتباره لحظة أبدية. لا تريد أن تؤبد الحاضر، تريد أن تقطع مع الحاضر وتبحث عن ما هو في المستقبل. ولا تعير للحاضر اهتماما كبيرا إلا على مستوى الواقع. أما على مستوى الرؤية فهي تنظر إلى المستقبل. الذات الفاعلة يمكن هنا استحضار مثلا نموذج السيرة النبوية. مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغير الأشخاص سلوكيا، غيرهم في أول الأمر على مستوى الرؤية. فكان المؤمن مثلا أو المسلم يرى الأوثان، يراها ويتعامل معها يعني، ولكن على مستوى الرؤية انتهت بالنسبة إليه. لم تبقى فقط إلا لحظة الهدم، وهي لحظة يعني من حيث الزمن قصيرة. يعني عندما نحن نرفض الأوثان في داخلنا، سواء كانت هذه الأوثان بالصورة التقليدية، ونرفض الفكرة، عندما نرفض الفكرة التي تحولت إلى صنم، وعندما نرفض الشخص الذي تحول إلى صنم، وعندما نرفض الواقع الرديء والمهترئ الذي كذلك تحول إلى صنم في الأذهان، في هذه الحالة يمكن أن نبدأ في الحديث عن ذات فاعلة. يعني المنطلق الكبير في التاريخ ليس في الزمن، المنطلق الكبير في الانتقال من طور الزمن إلى أفق التاريخ هو الذات الفاعلة. وقد تكون الذات الفاعلة لا تظهر في صورة نبي فقط، أو في صورة ثائر أو كلينين مثلا، أو في صورة سياسي أو في حركة اجتماعية، ولكن يمكن أن تظهر في صورة فنان، في صورة شاعر، في صورة رسام، في صورة روائي. لأن في بعض الأحيان المسرحيات غيرت التاريخ، الروايات غيرت الملجأ. هناك روايات تتحدث عن أماكن يعني عن أماكن وأزمنة جديدة. حتى مثلا سارتر، عندما نتحدث عن سارتر، كتب يعني كان يشرف على مجلة اسمها الأزمنة الحديثة لطون مودرن. يعني لم يكن العنوان عابرا أو عبثيا، ولكن العنوان فيه نوع من الطرافة في الحديث عن ما هو قادم، يعني عن ما هو هذا التفكر. أريد فقط أن أنبه إلى مسألة: نحن عندما نقول كلمة تاريخ نظن بأن التاريخ هو الماضي. لا، الماضي وحدة وقتية، يعني وحدة زمنية. التاريخ هو في المستقبل. يعني أنا مثلا عندما أفكر في تاريخي يعني أفكر في مستقبلي. التاريخ لا يوجد خلفي ولكن يوجد أمامي. هذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها. يمكن كذلك أن نتحدث عن الشروط كما قال الأستاذ، عن الشروط السوسيولوجية للذات المبدعة، عن الشروط السياسية للذات المبدعة، عن الشروط النفسية للذات المبدعة، عن الشروط العقلية للذات المبدعة. يعني نتحدث عن المحيط، عن المحيط، ونحن نعلم أن الطبيعة وهبتنا الفاعلية.
يعني الموهبة هي صفة طبيعية، كل إنسان لكل شخص ولد بموهبة. العيب عنده أولا وعند المحيط يعني الاجتماعي، كيف هو يكتشف ذاته الإبداعية، وكيف المجتمع يكتشف أنه قادر. والتاريخ لا يتحرك بالكائنات الكسولة، يتحرك بالكائنات المبدعة، الكائنات التي تسأل والتي تفكر والتي تنقد والتي لا ترضى على حالها. هناك قلق دائم يصاحبنا أثناء الوجود لنبحث عن ما هو قادم. أنا لست ما أنا عليه الآن، أنا ما هو في المستقبل. يعني حتى أن إعادة النظر في مفهوم الأنا، في مفهوم الذات، في مفهوم الهوية، في مفهوم الانتماء. نعيد النظر عندما نبدأ في أن نفكر في هذا الحقل الدلالي المشبع بالمصطلحات، عندما نفكر والمستقبل يقف أمامنا. إذن أستاذ صحيح، أنا أوافق الأستاذ. هو جميل الحديث عن أن نغرس مفهوم التغيير في العقل الفلسفي الغربي. لكن كيف يمكننا أن نوطن هذا المفهوم أو هذا المصطلح في الثقافة العربية لدينا؟ سواء كانت في الأساطير القديمة، لأنه أنت تعرفين والمشاهد الكريم يعرف أن أول أسطورة في تاريخ المعمورة البشرية التي تحدثت عن التغيير هي الأسطورة البابلية مع جلجامش التي طرحت الأسئلة الأنطولوجية الكبيرة بالنسبة للإنسان، حينما استطاع جلجامش أن يكتشف سر القوة فيه كإنسان بعيدا عن مدينة شروباك مدينة الآلهة. أو الأسطورة الشهيرة لبروموثيوس التي نعود بها على الأسطورة اليونانية، متأثرة بالنسق البابلي حينما سرق بروموثيوس شعلة النار من الآلهة. شعلة النار إحالة على ماذا؟ إحالة على المعرفة، إحالة على العقل، إحالة على الوعي، على السؤال. حينما سرقه وأعطاه للإنسان. لذلك ما زالت إلى الآن الألعاب الأولمبية تبدأ بشعلة النار، يعني إشارة إلى أن الإنسان هو صاحب المعرفة. لذلك انتقلنا من محور التاريخ الذي كان يسيطر فيه عالم الآلهة إلى محور الذي أصبح يسيطر فيه الإنسان. كذلك بالنسبة للثقافة العربية لم تكن بعيدة عن هذا الخيار. نجد داخل القبيلة العربية هناك من يرفض الوعي المكلس، الوعي المزيف، الوعي الزائف. هناك من يرفض الأصنام، هناك من يرفض الأقانيم التي أنتجتها القبيلة، الفحول التي أنتجتها القبيلة التي ثار عليها الصعاليك، الذين اكتشفوا ذواتهم واكتشفوا قواهم الفردية. كما يقول عبد الرحمن بدوي في كتابه تاريخ الإلحاد في الإسلام، يقول أن أول بوادر نزعة الفردانية في الثقافة العربية بدأت مع الصعاليك. لأن مفهوم التغيير يبدأ بأن تعي ذاتك في عموم الجماعة. كيف يمكنك أن تشكل وعيا خارجيا عن الجماعة وتبتعد عنها وتثير مسافة بينك وبين الجماعة لتنقدها؟ لأنه لا يمكن أن نغير هكذا من الفراغ، نغير من الوعي. ثم لابد أن يكون لدينا شعور نقدي بضرورة تغيير ما نحن عليه. لذلك نحن خرجنا من الصحراء، لأنه أول تغيير كذلك. لذلك لاحظي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إنسانا عاديا فقط، بل كان إنسانا متفردا. حينما أراد أن يلفت انتباه العرب إلى أنه جاءهم بدين جديد، لم يكتفي فقط بالقرآن. كانوا في البداية يصلون إلى القدس، لكنه حول القبلة إلى مكة. هذا التحويل أو هذا التغيير هو التحويل ليس للعنصر العربي، وإنما هو تحويل رمزي لتشعر هذه النفسية المؤمنة الجديدة أنه حصل حدث عظيم. كذلك التغيير الكبير يكون انطلاقا من وجود أحداث كبيرة ليست في شخصيات الأنبياء فقط. هناك شعراء في التاريخ العربي يعني غيروا في شكل القصيدة العربية، من بينهم أبو نواس، من بينهم أبو تمام. يعني التغيير لا يكون فقط على مستويات هكذا شكلية، وإنما الرجة الكبيرة التي أحدثها هذا الدين الجديد في النفس البشرية. أولا كان تغييرا ثقافيا، أنه غير نسق الشعر بنسق القرآن. ثانيا تغيير نفسي، أن العربي الذي كان منزوي ومعتصم بثقافة القبيلة أصبح منفتح على ثقافة العالم.
وجاءت من ثم الفتوحات الكبيرة. ثالثا وعي اقتصادي، هذا العربي الذي كان يعيش على عملة الفرس وعملة الرومان أصبح يصك عملته الخاصة. هذا العربي الذي كان يعيش على يعني أشياء بسيطة من الخيمة دخلت إليه مفهوم المدينة، البصرة، الكوفة. العربي الذي أنتج المعرفة. يعني لاحظي من فعل تغيير بسيط تشكلت علوم القرآن، ومن خلفها علوم النحو وعلوم البلاغة وعلوم العمران التي أسماها ابن خلدون علوم العمران، وقسمها إلى أقسام 7 أو 6 كما جاء في المقدمة. يعني لحظة فاصلة في التاريخ، لاحظي ماذا أنجبت. لذلك عملية التغيير مرتبطة دائما بفعل الردة، أن نرتد على الأوائل لنشكل حركة تغيير جديدة. لا يجب أن نبقى خاملين وخامدين كما قال صديقي الأستاذ. التاريخ لا يكتب تاريخ الكسالى والضعفاء، إنما يكتب تاريخ الذين انعطفوا. انعطفوا مش معنى، ليس معناه أن أنعطف أن أترك أو أن أترك ما عليه آبائي، بل لأضيف ولأجدد لأبني عليه. هكذا يكون التغيير فاعليا. إذا كان اليوم مستوى التغيير يطرح علينا أن نجدد كما يقول أستاذنا محمد أركون من مفهومنا للإسلام الذي نريد أن نفكر فيه، علينا أن نعيد التفكير في منظومة الإسلام التقليدية، لأننا إذا كان الفقه الأول هو فقه بدوي علينا أن نستحدث فقها مدنيا جديدا يتعايش وسيرة المسلم المعاصر، المسلم التنويري الجديد الذي يتعامل مع قضايا العالم كبرى، من أجل أن نحرر هذه الصورة النمطية التي أصبحت عن الإسلام كذلك. عن الإسلام، نعم. يعني هذا يجعلني أسأل سؤال: إذا كان إذن الإنسان هو المغير الأول للأشياء وللذات، دائما نعرف بأن هذا التغيير لا يأتي هكذا، وإنما يبنى على أسس. إذا كنا نحن نتحدث عن مجتمعاتنا الحديثة الآن، ما هي دواعي التغيير في مجتمعنا الحديث؟ ثم كيف يمكن لهذا الذات أن تتحرر لكي تفكر في التغيير؟ لأن كالذات المبدعة كذلك هي الذات المتحررة من كثير من الشوائب التي تجعلها تنظر إلى المستقبل ولا تكتفي يعني بانغلاقها عن الذات والهروب من المجتمع. شكرا. إذن نفهم أنه لا يمكن أن نتحدث عن مسألة التغيير من منطلق الذات بعيدا عن علاقتها بالغير أو بالمجتمع، باعتبار أنه كما تفضل السادة الأساتذة أنه هناك ذات هي التي تحدث تغيير في صفة هذه الذات بما تحمله من معطيات مختلفة. كما يقول هيجل أن النفس يحالف النفس، أو أن الحظ يحالف النفس المهيئة، باعتبار أن الإنسان الذي يكون مهيئا يمكن له أن يقدم شيئا لمجتمعه، ولكن هذا الفرد لا يمكن أن ينجح في التغيير ما لم تكن هناك علاقة مباشرة مع المجتمع الذي ينتمي إليه. بمعنى أن أي فعل تغييري نابع من ذات مهما كانت هذه الذات يتحرك فيه، سواء كان ذات سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، يعني أننا إذا أردنا أن نسير في مشروع ثقافي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، فإن هذا المشروع يحمله شخص معين هو الذي يريد أن يغير من خلاله وأن يصل إلى هدف معين. نتساءل: هل يمكن لهذا المشروع أن ينجح في غياب الشروط الخارجية؟ بمعنى أنه يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الذات التي تبدع أو التي تطمح إلى التغيير وبين الوسط الخارجي الذي سوف يكون مجال لهذا التغيير. وبالتالي هناك علاقة ضرورية بين الفرد كذات أو الذات المبدعة التي تريد أن تغير، وبين المجتمع إذا تحدثنا عنه، المجتمع كمؤسسات، يعني كمدرسة، كمسجد، كجامعة، مختلف النقاط الاجتماعية هي لها علاقة مباشرة بهذه الذات. وبالتالي هنا نتحدث عن جانب ما يسمى بالفرد والشخص والمجتمع. بمعنى نبدأ بالانديفيدي
ثم ننتقل إلى بيرسون، باعتبار أنه يبدأ الشخص الفرد تكون لديه رؤية، ثم هذا الفرد لا يمكن أن يحقق مشروع التغيير إلا إذا تحول إلى شخص، والشخص يختلف عن الفرد، لأن الشخص تكون لديه علاقة مع أفراد مختلفين، وبالتالي يكون ما يسمى بالمجتمع أو بالعلاقات الاجتماعية. على هذا الأساس الفكرة تكون منطلقة من الذات، تتحول إلى المجتمع يعتنق هذه الفكرة فيحولها إلى مشروع واقعي من خلال من خلال طبيعة التغيير في المجال الذي يتم فيه هذا التغيير. وهنا أحيلك على نص مالك بن نبي في مسألة الفاعلية، باعتبار أن التغيير هو فاعلية إنسانية تبدأ من الفرد ثم تنتقل إلى الشخص ثم تنتقل إلى المجتمع عن طريق هذه العلاقات الاجتماعية فيتحقق فعل التغيير. إذن كخلاصة هو أنه لا يمكن أن نتحدث عن التغيير منعزلا عن المجتمع، حتى وإن كانت هناك قدرات، حتى وإن كانت هناك كفاءات عالية. فعندما نتحدث عن الأنبياء فنحن نتحدث عن معجزة، ولكن عندما نتحدث عن المثقفين أو الشعراء أو كذا فلا يمكن أن يصل مدلول التغيير وفاعليته إلى المجتمع في غياب ماذا؟ في غياب التكامل أو الترابط بين أفراد المجتمع وبين هذه الرؤية الفكرية أو الفاعلية الإنسانية التي تنبع من ذات معينة. أستاذ شريف رضا دجباء، في الحديث عن المحور الثالث وهو التغيير والمجتمع سنعود أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا إلى بلاطو رؤى ومناقشة موضوع فلسفة التغيير. عندما نتحدث عن المجتمع نسأل سؤال: كيف يتمثل المجتمع هذا التغيير؟ هناك قول للشيرازي يقول أن المجتمع الراكد فهو الذي يقف في مكانه بدون تجديد. هل المجتمعات هي التي تستوعب يعني الذات المبدعة ثم ليتحول هذه الذات من الذات إلى مشروع مجتمع متكامل ما بين الذات، ما تفرزه الذات من إبداع، وما بين المجتمع الذي سيحرك الأشياء، لأن يعني الذات المبدعة هي مشروع، لكن المجتمع هو الذي يتلقف هذا المشروع الإبداعي. أستاذ أكيد بطبيعة الحال هي الأشياء كما يقول سبينوزا تعرف بذاتها. يعني عندما نتحدث عن الذات، أولا نحن لم نصل بعد يعني في ثقافتنا العربية الإسلامية الراهنة لم نصل بعد إلى تأسيس مفهوم الذات، يعني إلى تشكل مفهوم الذات. نحن نتحدث عنها وفي مخيلتنا المعرفية مرجعيات متعددة، وخاصة المرجعيات الغربية. حتى وإن كانت هناك نصوص تتحدث عن الذات، لكن لم نصل بعد إلى الإمساك بهذا مفهوم الذات فلسفيا. يعني نحن نتحدث عن مفهوم ما زال غائما، ما زال ضبابيا، ما زال لم يتضح بعد. ربما هناك صحيح في المتن الفلسفي الغربي، يعني عندما نجد متى تشكل مفهوم الذات، تشكل في اللحظة الديكارتية. يعني ديكارت هو المؤسس الحقيقي لمفهوم الذات، وبفضل هذا التأسيس اعتبر ديكارت أبو الفلسفة الحديثة. مثلا مفهوم المعرفة بألف لام تشكلت على يد ديكارت. يعني كل المفاهيم الكبرى التي نوقشت فيما بعد الفلسفة الغربية كانت يعني بولادة ديكارتية خالصة. وبعد ذلك جاءوا فلاسفة الذات، الفلاسفة الذين نهضوا أو اطلعوا بمهمة تقويض أو تفكيك هذا المفهوم، مفهوم الذات. نحن هنا لم نصل بعد، يعني لازم يجب الإقرار أنه لم نصل بعد إلى تشكيل مفهوم الذات. ونحن لم نصل بعد كذلك إلى تشكيل مفهوم مجتمع. نحن أقرب إلى المجتمع، يعني نحن نستطيع أن نقول نحن تجمع، نحن المدينة لا نملك مدينة، نحن نملك بيوتات. عندما نتحدث عن أننا لا نملك مدينة، نملك بيوتات، يعني لا نملك، هذا يعني أننا لا نملك الآليات التي تجعل منا مجتمعا أو
لا نملك رصيدا تاريخيا. رصيدا تاريخيا. ربما المسألة يعني نحن عندما نتحدث في هذه المسألة ونحن نتحدث عن ما يجب أن يكون يعني أفضل أكيد. عن ما هو كائن. عندما نذهب إلى الواقع نحن لا نمتلك مفهوم الذات بشكل قوي جدا. يعني مثلا مفهوم الحرية لم يوطن بعد داخل مفهوم الذات. مفهوم النقد لم يوطن بعد. مثلا عندما نطرح سؤال هل هناك ذات ناقدة نملك ذات ناقدة؟ نملك ذات مبدعة. عندما هذه الذات تمارس النقد تردع، عندما هذه الذات تبدع تطمس. يعني مثلا ممكن نقدم مثال بسيط. هنا في الجزائر عندما يؤلف اليمين بنتومي أو الأستاذ رضا كتابا فلسفيا هذا الجهد الإبداعي يطمس فيه ولا يعترف به، ويأتيه الاعتراف رغما عنهم عندما يأتي من الخارج. يعني لم نملك الذات، وكذلك لا نملك مفهوم قوي لكلمة المجتمع. وبالرغم من عدم يعني امتلاكنا لهذا الموضوع فنحن نتحدث برؤية تفاؤلية وكأننا نريد أن نبحث عن ذوات فاعلة يعني إن شاء الله. أو هذا نوع من الرجاء الميتافيزيقي في أننا يوما ما ستكون هناك ذوات فاعلة أو هناك ذوات فاعلة ونريد لها أن يسلط عليها الضوء، أن تظهر، أن تبرز، أن تتحدث بلسانها وليس بلسان الغير. هنا عندما نأتي إلى علاقة الذات بالمجتمع، أولا عندما نعود إلى المتن النيتشوي المجتمع لا يبحث عن ذوات في الحقيقة. المجتمع يبحث عن قطيع. المجتمع لا يبحث عن كيف، المجتمع يبحث عن كم. مثلا كما يقول ماكس فيبر إن الدولة المركزية تهتم بالكم وتهمل الكيف لأن الكيف يزعجها. يعني عندما مثلا نقول احنا في الجزائر هنا في الجزائر لدينا مثال 1000 أستاذ جامعي أو 10,000 أساتذة جامعيين، ولكن عندما يظهر أستاذ جامعي واحد فقط متفوق يزعج الجميع. نقول أن لنا آلاف الشعراء ولكن عندما يظهر شاعر واحد متمرد على النظام المعرفي يزعجنا. ربما هذه آلية المقاومة، أن نقاوم التغيير، أن هناك من يقاوم التغيير. أكيد. نعم أستاذ. أكيد. يعني أنا أوافق الأستاذ فيما ذهب إليه، لكن بعيدا عن هذا الظمأ المفاهيمي وأننا لا نملك مفهوما للذات ولا نملك مفهوما للمجتمع، لكن علينا نحن الآن في مرحلة أن نفكر فيما هو متاح، أن نفكر فيما هو موجود، أن نفكر في البنيات المادية على الأقل الموجودة أمامنا. يعني هذا التركيبة إن لم تكن مدينة، لكن كيف يمكننا أن نحسن من أداءات ما هو موجود لنرفعه لأن يكون موجودا، لأن يكون فعلا إن لم تكن هذه مدينة. وهذا هدف التغيير. نعم. علينا أن نخرج ممكنات ما هو غير موجود ليصبح موجودا. وهذا يعتمد بالأساس على تحرير القدرات الفردية الموجودة داخل هذا التركيب السكاني الذي سميناه مجتمعا. لأن للأسف الشديد أنا أضيف إشكالية إلى ما أضافها الأستاذ، أن البنية القاعدية التي ترتكز عليها مجتمعاتنا العربية هي بنيات تخيلية وليس بنيات حقيقية. نحن لا نعيش مجتمعات واقعية، نحن نعيش مجتمعات افتراضية. هناك سكان يقيمون بيننا لكنهم يعيشون خارج هذا الوعي الذي نحن موجودين فيه. إما أنهم ينتمون إلى أمة أو إلى ملة قديمة، وهناك كذلك شريحة تنتمي إلى ملل أخرى خارجية، تنتمي إلى أمم غربية. هناك من يعيش وعقله موجود في باريس وموجود في نيويورك وموجود في بريطانيا، كما هناك أناس يعيشون بيننا وعقولهم تعيش في عصر الصحابة وتعيش في عصر التابعين الأوائل. إذن هذا ما يشكل المجتمع وهو الإنسان غائب. كيف نتحدث عن بنية مادية في غياب الإنسان؟ إذن علينا أن نصطنع ونستحدث شرطا حقيقيا لقيام المجتمع وهو استحداث الإنسان. كيف يمكننا أن نجمع عقولنا وأن نجمع قدراتنا من أجل أن نخلق إنسان المجتمع بعيدا عن هذه الفضاءات التخيلية. فالنقطة هذه نقطة مهمة جدا، لأن للأسف الشديد الإشكالات التي نعيشها اليوم
هي ليست إشكاليات الواقع الذي نعيشه، هي إشكاليات بعيدة قديمة. إما أن تكون إشكاليات تنتمي إلى أمم قديمة، أو إشكاليات تنتمي إلى أمم غربية. وبالتالي إشكالياتنا العضوية الحقيقية التي يجب أن نعيشها في سؤالنا للتربية، في سؤالنا للاقتصاد، في سؤالنا للمرأة، في سؤالنا للثقافة، نحن بعيدون جدا. نحن نعيش على التاريخ بمفهوم الشرعية الثورية مثلا. يعني أي شرعية نريد أن نكسبها لأفعالنا الآنية لابد أن تكون تمر بشرعية تاريخية. كيف يمكننا أن نتحرر من هذه الهيمنة التاريخية والهيمنة المخيالية؟ الذي عارضه مشروع محمد أركون مثلا، وعارضه نصر حامد أبو زيد، وعارضه هشام الشرابي وغيره من الجابري كذلك. كيف يمكننا أن نحرر ما هو آني من هذه الأطياف التي هكذا تجتاحه وتغلب عليه؟ تغلب عليه داخل هذه الإرادة. سنحرر معطى ما لنصطنع داخله إنسانا، ومنه هذا الإنسان سيخلق فضاء الذي نسميه مجتمع، وسيخلق ممكنات هذا الفضاء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. نعم. فقط ربما هناك يعني أود أن أكمل مقاربتي يعني فيما تحدثت عنه سابقا. عندما نتحدث بهذه اللغة أو بهذا التعبير عن الواقع، وإن كان التعبير يحمل طابع تشاؤمي عن ما هو موجود في الواقع، هذا الحديث ليس غرضنا منه هو أن ندفع بالمشاهد أو بالمستمع أو بالآخر إلى أن يبقى في حاله، يعني إلى أن يبقى في حالة الانتظار القادم. يعني انتظار دولة، انتظار مجتمع، انتظار إنسان، انتظار كذا. حالة الانتظار هي حالة ميؤوس منها، لأن الفعل التغيير هو ضد الانتظار. هذه هي القاعدة الأساسية. النقطة الثانية، أنا عندما تحدثت عن هذا الواقع بلغة تشاؤمية، لأن من تشاؤمي أريد أن أبحث عن المستقبل. لأن بغض النظر عن ما قدمه الأستاذ اليمين بتومي عن القراءة هذه الفلسفية أو القراءة التاريخية أو القراءة، يعني هذه القراءة المركبة هي طرح طريف وطرح جدير أو قمين بالانشغال عليه. ولكن غرضي من حديثي هو أننا يجب أن ننطلق من الواقع كواقع بدون مكياج وبدون أشياء زائدة أو ناقصة. يعني الواقع كما هو معطى. إن كان واقعا إيجابيا ننطلق منه، إن كان واقعا سلبيا ننطلق منه. الواقع كما هو بأخاديده بمثالبه، يعني أن نصارح أنفسنا هذه حالة الكشف عن الذات أو الانكشاف على الآخر، يعني حالة المصارحة أو المطارحة بلغة الواقع كما هو. يعني حتى وإن كانت هذه اللغة مزعجة وفي بعض الأحيان لا نحب أن نسمعها. يعني مثلا المسؤول لا يحب أن يسمع إلا الكلمات الجميلة. الأستاذ الجامعي لا يحب أن يسمع إلا الإطراء. يعني هذه الحالة المرضية داخل اللغة التي تورطنا فيها، يجب أن نخرج عليها. يجب أن نصارح أولا، قبل أن نصارح الآخر يجب أن نصارح ذاتي. ممكن أن نخرج من نفاق السؤال الأول عندما أصارح ذاتي، ماذا قدمت أنا كأستاذ جامعي لهذا المجتمع؟ هي القيمة المضافة التي قدمتها. هل قدمت مقال؟ هل قدمت ندوة؟ هل قدمت كتاب؟ هل قدمت حصة؟ هل شاركت في تغيير اجتماعي ما؟ لأن في بعض الأحيان السؤال لا نسأل المجتمع في بعض الأحيان ربما بالرغم من هذه الصورة السوداوية للمجتمع، ولكن لا يجب أن نطرح أسئلة كبيرة عن المجتمع، لأن المجتمع هو في النهاية ماذا؟ هو ثمرة أو هو حصيلة إرادات متعددة. ولكن هذه الإرادات نظرا لطبيعها الارتكاسي الساكن فيها هي التي خلقت هذا المجتمع الارتكاسي. يجب أن نعيد أن نقف أمام المرآة بقبحنا، نرى القبح الموجود فينا ونحاول هذا القبح أن نحوله إلى جمال. ونطرح الأسئلة الحارقة على ذاتنا أولا. لأن مثلا في كثير من الأحاديث ميزت بين الأستاذ الرغيف مثلا عندما نذهب جهة الأستاذ، بين الأستاذ الرغيف والأستاذ المشروع. نحن نشهد في الجامعة أو في المؤسسات التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى المؤسسات الإعلام، الإنسان الرغيف، الأستاذ الرغيف، الإعلامي الرغيف، الروائي الرغيف، السياسي الرغيف، يعني الذي يعني
أفق تفكيره لا يتجاوز أرنبة رغيفه. نعم. نحن نريد أن نرتقي بالإنسان بمختلف تمظهراته، أستاذ أو صحفي أو إعلامي، إلى مستوى الإنسان المشروع. ماذا يقدم له إلى هذا المجتمع كي يتغير؟ ونبدأ في طرح، ننتقل من الطرح من لماذا إلى كيف. من لماذا إلى كيف، ونذهب جهة الطفل. نعم أستاذ تفضل. تبعا لما تفضل به الأستاذ ربوح والأستاذ بنتومي، ينبغي أن نفهم شيء معين على أساس أنه النقاش مفتوح في إطار التغيير. هو لكل تغيير ضحاياه. باعتبار أننا لا ينبغي أن نفهم بأن التغيير سوف يكون يليق بالجميع ويرغب فيه الجميع. التغيير هو خلفية يرضاها البعض ولا يرغب فيها البعض الآخر، مقاومة التغيير على أساس أنه يقاومها. للأسف الشديد احنا كنخبة ينبغي أن لا ننظر إلى الأحداث، لا نحلل الأحداث. الفيلسوف لا يحلل الحدث بقدر ما يحلل خلفية هذا الحدث، وإلا سوف ننجر وراء الأمور التي أصلا لا تنتهي من المجتمع، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مجتمع نموذجي متكامل بالصورة التي يرغب فيها المثقف. عندما يفكر الإنسان في التغيير فينبغي أن يفهم بأن المسألة مبنية على رؤية أو قراءة لمشروع إنساني. فالتغيير لا يمكن أن يكون يعني لمسة كهربائية نطفئ الضوء نشعل الضوء، وإنما التغيير هو قد يكون على مستويات مدى، قد لا يظهر التغيير في لحظة معينة، قد يظهر على مدى سنوات. وهذا ما علمنا التاريخ، باعتبار أن التغيير على المستوى الثقافي أو العلمي أو الفكري قد ينضج في لحظة معينة لا يمكن أن نتنبأ بها، وبالتالي علينا أن نتجاوز مرحلة التشاؤم وننظر برؤية تفاؤلية ونكرر التجربة حتى نصل. قد يكون القادم أفضل على هذا الأساس، يعني كإضافة فقط. صحيح. أنا أوافق الأستاذ بشكل ممتاز، لأن السؤال هذا الذي أو هذه المناقشة تقودنا إلى من يفكر في التغيير، أو من يتقدم التغيير في المجتمعات. حينما تغلب الغوغاء وتغلب الجماهير سوف يكون التغيير أرعنا وأهوجا مثل الثور الهائج. لكن التغيير في داخل المجتمعات لا بد أن يكون منطلقه مثقفون، وأن تكون منطلقاته نخبة، ليكون تغييرا هادئا وراكزا وله استراتيجية ورؤية. ماذا أريد أنا من خلال ماذا أريد أنا من تحريك قدرات الفردية والإبداعية للمجتمعات. المجتمع الذي لا توجد فيه الفنون، لا توجد فيه الرواية، لا يوجد فيه المسرح، لا يوجد فيه السينما، لا توجد فيه المؤسسات الثقافية والاجتماعية التي يعبر من خلالها هذا الإنسان عن مختزناته الداخلية. ماذا نريد به؟ إلى أين سيذهب هذا الإنسان؟ سيجد نفسه في الجدار. الإنسان الذي المجتمع الذي لا يفتح أمام أبنائه سبل النجاح والتطور والارتقاء. المشكل بيننا وبين الغرب أين كامن؟ هم يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن دائما نخذل الناجح بيننا. لماذا عقولنا حينما تكون هنا لا تنتج، وحينما تذهب إلى الخارج تكون تنتج؟ إذن السؤال بنيوي مطروح في مستوى تركيبة هذا المجتمع، ممكن تغيير البنى. لذلك أنا دائما أقول أن الجامعة والمدرسة عليها أن تحتضن المجتمع، علينا أن نغير الدائرة. المجتمع الآن هو الذي يحتضن هذه المؤسسات، لا بد أن تراجع هذه المؤسسات دورها، أن تحتضن المدرسة والسينما والمسرح والجامعة، أن يحتضن لنخلق ورشات نقاشية وحوارية. وظيفة المرأة، وظيفة الرجل، وظيفة الطفل. مسألة الطفل مسألة مهمة. كيف يمكننا أن نربي نخبة المستقبل في بمثل هذه الأمور؟ علينا أن ننفتح ليس فقط على الأمور التقنية، على الأمور البيداغوجية التكنوقراطية. التكنوقراط لا يمكن أن يفكر في مشروع مستقبل. الذي يفكر في مشروع المستقبل هو عالم الاجتماع وعالم النفس والفيلسوف والأديب والمفكر. أن ننفتح على النخبة الحقيقية في هذا المجتمع ونثمن الجهود. مثل هذه الحصة، مثلا مسرح جيد
يعني يعني أبنائنا الآن لا يذهبون إلى المسارح، نعم، لا يذهبون إلى السينما. يعني أين الرؤية الجمالية للمجتمع؟ أين الرؤية الجمالية للحضارة؟ أبناؤنا مفرغون من هذه الرؤية. نعم. إذا أستاذ يعني ممكن فقط إضافة وسنعود يعني في العدد القادم سيكون لنا تتمة للحديث، وممكن كلمة فقط لأن الوقت داهمنا. دائما الوقت يداهمنا. فقط فيما يتعلق بحديث الأستاذ اليمين، أنا لا أوافقه هذا التمشي يعني في تفكره، لأنه بنى هذه رؤيته بناها على منطلقين متباينين. المنطلق الأول هو منطلق نخبوي، يتحدث عن يقول أن النخبة والنخبة كذلك والمثقف، وهي صحيح في هذه النقطة المسألة، ولكن تعامل مع المجتمع بألفاظ أنا أرفضها، مثلا عندما نقول الغوغاء، عندما نقول كذا، وبالتالي هذه المنطلق هنا نخبوي، يعني هناك تقسيم. وفي بعد والنقطة لا الأخرى، أنا مقصودي الغوغاء ما نراه الآن يعني في مجتمعاتنا العربية، ولكن يعني في مرحلة أخرى تحدث قال أن المشكل بنيوي، وبالتالي الطريقة النخبوية في التفكير تتعارض. أنا معه في أن المشكل بنيوي، ولكن عندما يكون بنيويا نتعامل معه بنيويا، لا نتعامل معه نخبويا. صحيح أن المحرك الأساسي في التاريخ هو المثقف، وليس أي مثقف بالمطلق، يعني المثقف وفق التصور العضوي النقدي الثائر، المثقف الذي يشارك المجتمع، وبالتالي المثقف الذي يشارك هموم المجتمع ليس مثقفا نخبويا. نعم. لأن صحيح أن نحن لا نمتلك فرضيات نخبوية كما قلت دائما، ولكن لا نمتلك نخبة لحد الآن في الجزائر، لا نمتلك كتلة، لا نمتلك كتلة تاريخية. ولكن هناك أفراد تاريخيين نتمنى أن هذه الإرادات التاريخية تتحول كما قال الجابري إلى كتلة تاريخية تغير المجتمع. نعم. ممكن كلمة أستاذ؟ حقيقة التغيير في النهاية، إذا أردنا أن نصل إلى على الأقل بداية الحل، خاصة في عالمنا العربي، لأن ما نعيشه اليوم هو أن نحن أحوج إلى التغيير من أي عالم آخر. ولو أنه مسألة التغيير تحتاج إلى رؤية استراتيجية، باعتبار أن العالم اليوم يسير وفق عقل استراتيجي. جميع الدول الكبرى والدول العظمى تسيرها عقول استراتيجية، وعندما أقول عقل استراتيجي، عقل يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. عقل يؤسس لفكر عقلاني واضح لمشروع مجتمع يريد أن يصل إلى بر الأمان. لذلك فمسألة التغيير هنا هي مسألة مبنية على تصورات أولية، تخطيط أولي، ويجب أن نعرف ماذا نفعل وكيف نفعل، وهذه كلها محصلات يعني تجعلنا نتوقف لحظة من الزمن حتى نفهم ماذا نريد أن نغير وكيف نغير ومع من نغير. هذه أسئلة محرجة ينبغي أن نطرحها قبل أن نمشي في مسألة التغيير في حد ذاتها. يعني هذه الأسئلة سنطرحها في الأسبوع القادم وفي العدد آخر حول فلسفة التغيير. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في الأسبوع القادم، مع السلامة. برنامج استوديو المحترفين شارك واربح شاشة تلفزيون من نوع سامسونج ليد HD. ابعث رسالة SMS على الرقم 66019 أو من الهاتف الثابت على الرقم 3600، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: أين يوجد ملعب أحمد زبانة؟ وهران. ابعث رقم 1. قسنطينة.